زي ما اتفقنا خليك مع عبد الحميد هيرجع لك القديم جديد. ومع عبد الحميد مفيش مستحيل واي حاجة ليها تعديل. طبعا دي ودن فانوس. الفانوس ده كنا عاملين له ودن قبل كده برضو، معرفش العربية ايه زي ما قلت لكم قبل كده، ولكن احنا هنا بنعمل ودن غريبة شوية. طبعا قعدت القعدة المربعة الاول، خدت الدوران المربع الاول، اختصرت لكم برضو في الفيديو عشان بعد كده بعض من الناس اشتكت من الفيديوهات الطويلة، وايضا زي ما قلنا من الكلام الكتير، والفيديو طويل اكيد مش هنخليه فاضي، ولو كتمنا الصوت خالص احنا اكيد الناس مش هتتعلم، ودي قناة تعليمية. طبعا احنا هنقعد نتكلم في الكلام ده كل يوم فمش هنضيع وقت فيه. هنا احنا بنعمل الدوران اللي في النص اللي هو زي الصامولة. جبنا صامولة مختلفة مع دورنا الحديدة زي ما انتم شايفين، وعملنا الدليل اللي قدام اللي بيقعد عليه الاكسدام. وانا كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات ان احنا هنعمل القعدة اللي انتم شايفينها دي. تعالوا نشوف هنا. ممكن بقى نبنط زي ما انتم شفتوا كده، والوضع 100 هو زي الودن التانية بالدليل بكله. الدليل ده حتة مسمار حديد، وايضا القعدة كلها عاملاها حديد في حديد. ما كانش فيه قعدة هنا خالص يا جماعة، القعدة متشالة خالص، طايرة خالص طبعا. ومكان المسمار حديد طبعا زي التانية هيد بالظبط نفس الكلام. هنلاقيها مأخرة سنة او زايدة سنة، هنفك تاني يلا ونرجع ورا سنة، نطلع الاول نجلخ عشان نشيل مكان ملحمنا عشان ما فيش عليه واطي والشغل يبقى مظبوط. مش مهم نتعب شوية، بين الصح والغلط قلنا كله 5 دقايق، وطبعا لازم المقاسات مظبوطة وكل حاجة مظبوطة. يلا نبنط عشان كده بالمقاس بالظبط نظبط الفانوس، نرجع بيه سنة ايوه كده. تعالوا نشوف واحنا بنبنط. هنا بقى هنبنط اهو تمام. خدنا البنطة الكويسة المظبوطة، اللاين بتاعنا عدل، الودن هي الشرنك طلع تمام، ايضا الدليل تمام اللي بيشيل الاكسدام. وطبعا كل الدنيا هنا الوضع اختلف بقى حديد في حديد. طبعا حديد في حديد، الودن دي بتشيل الفانوس وعليها بيتعلق الاكسدام، فالودن دي فكرتها صعبة جدا جدا. احنا خدنا الاول دوران المربع الحديد بتاع القعدة، وبعد كده خدنا دوران اللي هنحط فيه اللي هي الدليل بتاع الاكسدام، وخدنا فيه الودن الحديد اللي في النص اللي احنا بنلحم حواليها دي تمام. الودن دي واسعة من النص عشان كانت المفروض في فانوسها بتعلى وتوطى، تعلي منها الفانوس وتوطي منها الفانوس. المقصود ان احنا ما بنعملش كلام عشوائي، بناخد بالنا من ادق التفاصيل. عشان كده بنقول عنواننا بنرجع القديم جديد، ومفيش مستحيل واي حاجة لا تعديل. وايضا طول ما الدماغ شغالة مفيش حاجة استحالة. طبعا زي ما انتم شايفين هنا بقى بناخد القاعدة بنبنيها تمام، عشان هنبتدي نصب ونطلع القاعدة اخت القاعدة اللي جنبها. بالنسبة لبعض من الناس بتشوف القواعد رسمة ومرسومة، واللي هي الخطوط اللي بتبقى في القاعدة. الخطوط اللي بتبقى في القاعدة في طريقة الصناعة والصب والاسطمبة الاوريجينال بتكون عصب للودن، اللي هي الخطوط اللي انا هوريها لكم اللي هتكون في القاعدة الاوريجينال زي ما انتم شايفين كده. احنا نبقى مش محتاجين نعمل الخطوط ولا حاجة، محتاجين بندعم الودن بسياخ حديد من الداخل بحيث الودن تبقى تمام. وعنده برضو قدر الله الحوادث القوية الودن هتكسر وعادي جدا، بس بتكسر من حتة اخرى مش مكان الحديد. حديد ده حديد في حديد، شغل محترم جدا بحيث ان الحاجة تبقى عافية ومتينة مدام عليها حمل فانوس زي ده. بعض من الناس ممكن يبقى عنده ودن فانوس زي دي يروح عامل قعدتين صاج او قعدة صاج. الفانوس ده انا قلت لكم انا عامل فيه كذا قعدة، بس انا دايما بعمل فيديو بقعدة واحدة والناس تفهم الباقي. مع احترامي للجميع، لما تيجي تعملها حديد بصاج يعني يروح مخرم ورابط لي بمسمار شك، مع ان شاء الله اول غسلة يروح داخل مية جوه الفانوس، عشان بيبقى الشغل مفيهوش سيفتي ولا امان ولا في اي حاجة نظيفة من اللحمات. ايضا اما تيجي تكلم حد يقولك هي دي حلها، لان هو لو عمل بلاستيك مش هيمسك وتبقى ودن عفية. وايضا لو عمل حتة يبرشمها هتبقى فيها عالي من داخل الفانوس مع القمرة المتحركة.
لما تيجي تعلي الفانوس وتوطيه من الكليبس الابيض الخلف ده، الفانوس مش هيمشي لان البرشام هيتقر. ده في حالة ان انت بتعملها بلاستيك او صاج وتبرشم او تربط بمسمار شك. مسمار الشك لو طول سنة هيضرب في القمرة من جوه، يحك ما يخليش الفانوس يعلى ويوطى. يعني ليها كذا تفصيلة كده، اللي احنا بنتكلم على السلبيات عشان ايه ما يكونش فيه سلبيات في الموضوع. احنا هنا بنحرر الجلبة اللي هي يعتبر ودن وجلبة في نفس الوقت، اللي بتعلي وتوطي منها الفانوس. تمام. وايضا المفروض نفنش الفينش العالي اللي انتوا هتشوفوه في الاخر، علشان الحاجة تطلع شكلها المبدئي والنهائي بشكل المنظر العامل جميل. طبعا شلنا البنطة وحطينا بنطة تانية عشان نظبط القعدة من الداخل. والفراغ ده عشان بيخش سن اكسدام هنا، السن بيخش هنا عشان تحسب ان انا بفتح قاعدة كده وخلاص. وطبعا الدليل اللي على الهوا ده اللي بيكون في القاعدة، خلينا الدليل حديد في حديد. وايضا وانت رابط من على الودن دي الفانوس، وانت رابط اكنك رابط الحديدة اللي رايحة على الدليل اللي هو قدام. يعني انت عامل عصب 1,000,000% مش 100%. تمام. وانت رابط الفانوس بتكون معصب الدنيا اهو. لما الودن اللي بتعلى وتوطى ورا الحديدة اللي بتعلى اللي انا بصنفر حواليها دي سند على الحديدة اللي بالطول اللي فيها الدليل. والدليل ده اللي بيخش يمسك فيه الاكسدام يتعلق فيه، يعني لازم يكون عافي وقوي. تمام. اللي هو بيبقى ودن الاكسدام اهو زي ما انتم شايفين 2 دليل اهو. هنا بقى في خطوط في الودن، الخطوط اللي في الودن دي بتبقى عصب. هنا احنا رشينا علشان نلم شكل الودن ونخلي شكلها معنوي. طبعا اللون ده لما بيقفل بيبقى فابريكا، مبيبقاش اسود لميع ولا حاجة، بحيث ان انا لما اجي اعمل الودن تطلع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا برضا ربنا ثم دعواتكم بنوصل للحلول الجذريه النهائيه. وما شاء الله استنوا طبعا فيديو جديد وفكره جديده وحل مشكله جديده، وتقولوا لنا رايكم. ولازم برضو تعرفوا ان انا بحبكم، عشان كده بعرض لكم كل الشغل اللي بنعمله عشان كل حبايبنا كل اخواتنا في كل مكان وفي كل دول العالم يستفيدوا ويعرفوا ان كل حاجه ليها حل، والعيشه تبقى جميله وفل. وانا بقول للكل ان كل حاجه بفضل الله ليها حل. زي ما انتم شايفين كل حاجة رجعت بالشكل الجميل والمنظر العامل حلو. ومش بعرض ده، احنا قناتنا قناة تعليمية عشان كل الناس تتعلم وتشوف. بعرض ده عشان كل اخواتي وكل حبايبي في كل مكان يستفيدوا. ومش لازم تجيني الحاجة اللي تتعب فيها، تعالالي اللي تقدر عليها اعملها وانت في مكانك. كل عشان كل الناس وهي بعيدة في كل مكان. بوريك الفانوس من كل حتة ان الودان رجعت زي الفل وعلى اعلى جودة، سيفتي وامان كامل. ومفيش حاجة اسمها ودن تتكسر تاني، تحت وفوق علوي وسفلي زي الفل. ليفت رايت كل حاجة بترجع زي الفل على وضعها. وزي ما قلت لكم كمان الشغل انا بحبها، برجع كل حاجة على وضعها ان شاء الله بالتفصيل وبالملي، وكله زي الفل. طول بالك شوية ترتاح ايامك اللي جاية تكون قد المسؤولية، وده يكون خير ليك وخير ليا ان شاء الله. ولكم احلى تحية. زي ما انتم شايفين ما شاء الله كل حاجة رجعت زي الفل. استنوا طبعا فيديو جديد وفكرة جديدة وحل مشكلة جديدة، وتقولوا لنا رأيكم. وإلى اللقاء، تحياتي للجميع.